بعد مرور 4 جولات على بداية الموسم الكروي الجديد بالدوري الإسباني لموسم 2023-2024 اشتعلت الحرب الضروس بين الغارمين التقليديين ريال مدريد وبرشلونة، وهالمرة كانت على صعيد التحكيم وعلى صعيد الأخطاء التحكيمية يلي قاعد كل نادي عم بيحضر للتاني ولطيل وصافن وكرمال يسجله شو الأخطاء يلي عم بتصير من قبل الحكام واللي عم بتفيد هالفريق. وهالمرة القصة مش قصة رماني، القصة قصة قلوب مليانة. الحرب هالمرة بلشت من بداية الدوري، وخاصة بعد عودة قضية رشوة نائب رئيس الحكام السابق نيغريرا للواجهة. وهالقضية كلياتنا بنعرف انه المتهم الاساسي والرئيسي فيها هو نادي برشلونة، وانه ريال مدريد كان من ضمن الاندية اللي رفعت دعوة على برشلونة بسبب هالقضية، وانه هن انضروا من القرارات التحكيمية اللي كانت لصالح النادي الكتالوني بالمواسم السابقة. وبهالموسم الحالي عم بيتصدر الميرينجي جدول الترتيب بعلامة كاملة بواقع 12 نقطة مقابل 10 نقاط لبرشلونة يلي عم يقبع بالمركز الثالث حاليا. طيب بس يا جماعة الخير، أنا اللي بشوفه إنه النتائج بالوقت الحالي هي مش مؤشر مين اللي حيكون البطل، وخاصة إنه بعدنا بأول 4 جولات من الدوري. وقبل ما نكمل الكل يعمل لايك للفيديو ويشترك بالقناة ويفعل زر الجرس ويروح على حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي ويتابعنا هناك. ريال مدريد بيعتبر إنه هناك قرارات تحكيمية استفاد منها برشلونة بآخر مباريتين لعبهم ضد فيا ريال وأوساسونا، وإنه حكم المباراة أخطأ لما لغى هدف للغواصات الصفر لما كانت النتيجة بتشير للتعادل السلبي. وكمان حكم المباراة الثاني أخطأ لما أعطى ركلة جزاء لبرشلونة وهيك منحهم الفوز على طبق من ذهب. طبعا عدا عن هيك قرارات بدناش نفوت فيها، بس كان أبرزها هو عدم إعطاء المهاجم روبرت ليفاندوفسكي البطاقة الحمراء بعد ما تعرض للاعب بكوعه. وهاي كلياتنا بنعرف انه اي لاعب بتكون متعمدة يطرد طرد مباشر بالبطاقة الحمراء. اما برشلونة فبشكك بقرار الحكم بإلغاء هدف سيلتا فيغو ومنح الفوز لريال مدريد بهدف مقابل لا شيء. بالإضافة لهيك انه كان من المفترض حكم المباراة يلغي الهدف الأول لريال مدريد ضد ختافي بعد ما بدأ من عملية تسلل واللي فاز فيها النادي الملكي 2-1. النار مولعة بين الغريمين، والظاهر انه راح تولع اكتر واكتر كل ما مر الوقت، خاصة اذا كان التنافس بين هالاثنين. وانتو حبايب قلبي برأيكم هل صدور قرار بقضية نيغريرا راح يخمد النار اللي ممتدة من مدريد لكتالونيا، او بالعكس وتضل مولعة بين الفريقين؟ شاركوني رأيكم بالتعليقات.